نبدأ قائمتنا النهاردة بالمركز السابع مع أجدد الأفلام العربية القوية جدا، الرحلة. ده الفيلم الوحيد في القائمة اللي مش من عمل عربي خالص، بحيث إن الشركة السعودية مانجا للإنتاج تعاونت مع استوديو توي أنيميشن علشان يطلعوا بالفيلم ده اللي بدأوا يشتغلوا عليه من 2017 وعرض في 2021 مع رسومات وتحريك راقي جدا مقارنة بالأعمال العربية زي بكار والفارس والأميرة وغيرها من الأعمال الحديثة المتواضعة إلى حد ما. والفيلم هيبقى فيه قتالات شبيهة شوية بقتالات ناروتو، حتى الأوتاكو العرب شبهوه بناروتو فعلا من ناحية أسلوب القتال والجري زي هنا مثلا. بس للأسف فيه عيوب في أسلوب التحريك وسرد القصة، بحيث إن الفيلم ممل إلى حد ما. بس أنا شخصيا استمتعت بيه لأنه فيلم عربي، القرد في عين أمه غزال، عاجبني بغض النظر عن عيوبه. وسبب إنه ممل في إن معظم أحداثه نقاشات وفي نفس المكان، وكمان بيخرج عن القصة ويحكي قصص موجودة في القرآن زي قصة سيدنا نوح عليه السلام، ودي حاجة حلوة مش وحشة، خصوصا إن الفيلم عرض في كل أنحاء العالم مترجم ومدبلج للغات كتيرة، واللي شاركوا في الدبلجة اليابانية أسماء جبارة شاركت في وان بيس وهجوم العمالقة زي مؤدي صوت ليفاي مشارك هنا مثلا. وأحداث الفيلم عن أبرهة الحبشي اللي عايز يدخل الكعبة ويهدها، وبعد كده نشوف الطير الأبابيل وهي بترمي الحجارة من سجيل بشكل فانتازي أسطوري. وأنا شخصيا مش مؤيد إننا نعرض أحداث ذكرت في القرآن في شكل أنمي أو فيلم، لأنه ممكن يكون فيه تشويه، لكن بما إنه اتعمل في السعودية على إيد سعوديين فأنا واثق إنه مفيش قلق. والفيلم بدأ بداية قوية جدا لما يوصل أبرهة على مشارف مكة ويقبض على المنتظرين بره ويبدأ يقتلهم واحد ورا التاني عن طريق الأفيال. فعلا مشهد مهيب ويحمسك جدا إنك تشوفه. تخيل بقى اليابانيين والغرب لما يشوفوا الحاجات دي، مش ده بقى هيخليهم يبدأوا يدوروا ويسألوا عن صحة الكلام ده؟ هو الفيلم فيه عيوب، بس دي البداية، وفي انتظار الأفضل إن شاء الله في الفترة القادمة.